السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مجددا في عز الحدث الذي نسلط فيه الضوء على أهم الأحداث اللي يتكلمون فيها في وسائل التواصل الاجتماعي أو اللي تكون لها انتشار في وسائل التواصل الاجتماعي، ونتواصل فيها مع أصحاب الشأن لتكون الصورة واضحة أمام المتابع الكريم. سريعا، الآن في وسائل التواصل الاجتماعي أو تحديدا تويتر قضية عوض خميس، صارت أنباء كثيرة عن فسخ عقده مع نادي الهلال ورجوعه إلى نادي النصر، ما بين يعني مؤكد ونافي للخبر. الأمر القانوني في حل هذا الموضوع تم إلى الآن. هذه المواضيع أو هذا الموضوع بالذات هو عبارة عن خبر لا يوجد أي تأكيد من صحته أو عدمه. ناخذ بس الأمر القانوني في حل هذا الموضوع تم. معي الأخ جابر سعد الخبير في القانون الرياضي. مساك الله بالخير أخوي جابر. مساك الله بالنور والسرور. هلا وغلا. قضية أخرى من قضايا وسطنا الرياضي أو دورينا السعودي. يمكن شفت الأنباء اللي طلعت قبل قليل عن موضوع عوض خميس واحتمال توقيعه لنادي النصر رغم سريان عقده الجديد مع نادي الهلال. الوضع القانوني أخوي جابر في حال هذا الموضوع تم. بداية اللاعب اللي وقع أكثر من عقد يغطي نفس الفترة يكون قد خالف المادة 49(1)(5) من لائحة الاحتراف. جميل. العقوبة اللي مترتبة على القيام بهذه المخالفة تبدأ بالإنذار الخطي وتمر بالغرامة المالية التي تصل ل 300,000 ريال وتنتهي بالإيقاف لمدة لا تتجاوز 6 أشهر. الغرامة العفو أخوي جابر على مين؟ الغرامة المالية؟ على اللاعب هنا. جميل. نعم. اللجنة في حالات معينة حسب مقتضيات الواقع وظروفها وملابساتها يجوز لها إيقاع عقوبة الغرامة والإيقاف معا، بمعنى أن اللاعب في حال تشديد العقوبة من الممكن أن يتعرض لغرامة مالية تصل ل 300,000 ريال بالإضافة إلى إيقاف لمدة لا تتجاوز 6 أشهر. وش المعايير في تشديد العقوبة من عدمها؟ يعني متى يحق للجنة أن تشدد العقوبة على الحالة أو لا؟ هذا يعتمد يعني في حال مثلا عدم وجود أي سبب وجيه أو ممكن تتقبل اللجنة. أحيانا في تكون أسباب معينة اللاعب يعتقد بأنه يجوز له مثلا الإخلال بالتزامه التعاقدي أو الإخلال فيه أو فسخه أو أيا كان. ففي حال عدم وجود أي أسباب أو في حال تعرض النادي الآخر للاعب لأضرار معينة أو كان مثلا هذه المخالفة من شأنها أن تسبب الإضرار للعملية الاحترافية، تفتح باب للاعبين بأن يوقعوا أكثر من عقد في نفس الفترة لمجرد فقط عدم رغبته بالانتقال أو الاستمرار مع ناديه، هذه ممكن تعتبر ظروف مشددة للواقع. جميل. أخوي جابر العفو، السؤال الأخير. في حال هذا الموضوع تم، النادي الجديد اللي وقع مع عوض خميس بيكون نادي النصر، هل هناك أي عقوبات على نادي النصر؟ هو عموما أي لاعب يوقع مع نادي عقد بالإضافة إلى وجود عقد آخر ملزم للاعب يكون في هذه الحالة قد قام بتحريض اللاعب على الإخلال بعقده مع ناديه. جميل. نعم ممكن أن نتعرض لعقوبات استنادا على المادة 51 من لائحة الاحتراف. العقوبة تبدأ أيضا بالإنذار الخطي كما هو الحال مرورا بغرامة مالية تصل إلى 500,000 وتنتهي بالحرمان من التسجيل لمدة تصل لفترتين. وكما هو الحال بالنسبة للاعب ينطبق أيضا على النادي أن اللجنة يجوز لها حسب مقتضيات الواقع وظروفها إيقاع عقوبة الغرامة والحرمان معا، بمعنى أن النادي قد يتعرض إلى غرامة مالية تصل ل 500,000 بالإضافة إلى حرمانه من التسجيل لمدة تصل لفترتين. جميل جدا، يعطيك العافية أخوي جابر. وأيضا إشارة بس نقطة بسيطة، في حال قررت مثلا تم تقرير تعويضات للنادي الجديد للاعب الذي تم الإخلال بالعقد الاحتراف الذي يربطه مع اللاعب اللي هو الهلال من الممكن أن نعم من الممكن أن يعني يتم تقرير أو إلزام اللاعب وناديه اللي حرض بالإخلال بعقده بدفع تعويضات للنادي الذي يعني تم خرق العقد الذي يربطه باللاعب. واضح. يعطيك العافية أخوي جابر، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. كان معي الأخ جابر سعد الخبير في القانون الرياضي. هو خبر حبينا أن نوضح الأمر القانوني في الموضوع. في حال هذا الموضوع تم في موقع عز الإلكتروني أوضحنا فيه العديد من التفاصيل تحت نفس الخبر. حبينا نوضح فقط الأمر القانوني ليكون مؤكد أو نافي. الأخ جابر وضح باختصار 6 شهور قد تكون هي عقوبة اللاعب مع 300,000
وأيضا النادي اللي وقع معه اللاعب النادي الجديد اللي هو نادي النصر في هذه الحالة قد يتعرض لعقوبة المنع من التسجيل لمدة فترتين، وعقوبة مالية قد تصل إلى نصف مليون ريال. هذا حدثنا اليوم، نلتقي إن شاء الله في أحداث قادمة في عز الحدث. مسونا على خير.